خبر عاجل قبل قليل، قام قاضي فيدرالي بوقف قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف الدعم المالي عن برامج المساعدات الفيدرالية عن الأمريكيين. هذه البرامج التي تعد بالآلاف ويبلغ قيمة الدعم المالي 3 تريليون دولار. أوقفه دونالد ترامب اعتبارا من هذا اليوم، أي من الساعة 5 قبل 10 دقائق. لكن القاضي الفيدرالي علق هذا القرار حتى 3 فبراير، بعد 5 أيام حتى ينظر في هذا الأمر. إذا هذا القرار تعلق لأنه كان يمس حياة ملايين من الأمريكيين في جميع المجالات، في الصحة، التغذية، التعليم، الأطفال، السكن، كل المجالات. 3 تريليون دولار، والبرامج هذه عددها بالآلاف. الآن توقف هذا القرار حتى 3 من فبراير. بعد 5 أيام راح نشوف شو راح يصير، لأنه ضجة أمريكية بكل مستوياته سياسيا وشعبيا على هذا الموضوع، لأنه بمس كل الأمريكيين. طبعا استثنى منه الميديكير والسوشيال سيكوريتي بنفيت.